السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشنا حوالكم. اليوم إن شاء الله باش نعمل مع بعضنا المداوي المورق. اللي ما ينجحش معاها يتبع الخطوات متاعي وبقدرة ربي تنجح فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على ربي. خلينا كيلتين سميد أرطب ومعاهم كيلة فرينة وشوية ملح، ومن بعد نتبعوا مع بعضنا بشوية بشوية بالماء. الماء منصبوش كله دفعة واحدة، ما نعرفش نعطيكم، ما نجمش نعطيكم يعني بالضبط قداش استعملت، اما صب بشوية بشوية حتى تتحصل على عجينة متماسكة وماهيش تتلصق. شوفوا انا دول جيست اللي فيها مانيش نعلم فيها. هيك تتلم ان شاء الله. نزلت معايا شوية، زدت شوية ماء، حسيتها مازلت شايحة شوية، نزلت فما الشايح نلمو مع بقية العجينة وتوا نخرجوها على الرخامة متاعنا، تعجنها بالباهي حكاية 10 دقايق هكاكا، تعجنها بالباهي. وكان حسيتها مازالت يابسة شوية، كل مرة وانتي تعجن زيد هكاك شوية ماء تضطرها بيه في نفس الوقت تعجن حتى تولي تطرشق العجينة. هكاك أعرف العجينتك ناجحة 100% والملاوي تجيك ناجحة. نكمل ونعجنه بالباهي حتى تحس العجينة متاعك طرية في يديك وتترشق بالباهي، وقتها تهنى عليها بقدرة ربي ناجحة 100%. وحاجة أخرى يلزمك ترتاحها، عبار إنك تعجنها بالباهي، ترتاحها قد ما ترتاحها قد ما هي تنجح معك على الآخر. طبعا بعد ما عجناها بالباهي نصبوا شوية كمية باهية متاع زيت زيتونة في الحاجة اللي باش نحطو فيها، كيما هكا مثلا كيف هكا عملت. بعد الزيت هذاك متخافش باش نعملو بيه نورقو بيه، يعني مش ماشي في خسارة، اما يلزمك تغرقها هكاك في الزيت باش ما تعمل شكل قشرة، وتغطيها وتخليها ترتاح. وبعد لما تخدمها تكعبرها هكاك كويرات حجم صغير مع الحجم هذاك. تكمل العجينة الكل بنفس الطريقة وتخليها ترتاح. خليتها ارتاحت ممكن ساعة ونص حاجة كيما هكا، ومن بعد طيبت بها، من بعد خدمتها يعني طيبتها كيما كيك تدورهم الكل كاين، تغطيها وتخليها ترتاح على روحها قدر ساعة ونص ساعتين، قد ما ترتاح قد ما أحسن. مد بالكعبورة الكعبورة اللي بديت بيهم الأولانيين تبدأ بيهم هما طيبهم الأولانيين، تحلهم هكاكا ترانسبارون، ترى حتى البلان دو ترافاي تراه، باش من بعد تجيك مورقة طرية على الآخر. هيك تحلها بالباهي تعملها بالزيت وتطبقها بالطريقة هذيك وتحطها على جنب وتاخد كعبة أخرى نفس الشيء. تحلها هكا بالباهي، تستعمل الزيت تحلها بيدك وتجبدها، زي تنجم تجبدها توسعها هكا وتطبقها بنفس الطريقة المبينة في الفيديو، تحطها وتاخد كعبة أخرى وتكملها الكل بنفس الطريقة حتى تكملهم الكل.
بعد تبدأ طيب تاخد الطاجين هذايا، راهو ماهوش وسخ هذاك، راهو بكثر ما انك تطيب فيه يولي لونه هكاك، ما راهو باهي على الاخر في الملاوي والشباتي ان شاء الله تنعمل لكم برشا وصفات بيه، ننصح به اي وحده الحقيقه، ويشد السخانه يسخن في ساعه يعاونك تطيب بالباهي يعني. حطيتها في الطاجين ولا في المقلة متاعي، وبعد القلبة الأولى قلبتها بالمغرفة، خاطرها بحكم هي عجين تلصق في الطاجين برشا وتخاف تتقطع كي تجي تقلبها، كنحاول ان نهزها بالباهي بالمغرفة كالمشيرات الكل، من بعد نقلبها نقعد هكا كنطيب فيها على نار قوية، مش قوية برشا ومش ضعيفة، نار باهية، تقلبها هكاكا حتى تطيب. وكان حرقت ولا حسيت روحك سخنت ولا حاب تجيب حاجة اقلب بها كيما هكا تساعدك بالباهي، وتمد كعبة أخرى نفس الشيء، قبل ما تكمل الطيب الأولى تحضر كعبة أخرى تحلها باش تناظر كيفاش بالمغرفة نعملها. شفت كيفاش تبدا لاصقة، تعاون المغرفة. تكملهم الكل بنفس الطريقة، كنستعمل كنقلب بها تعاوني خاطر سخونة برشا. كيف تطبخ في الوسط، كيف هيك أعرف اللي هي راهي ناجحة 100%، متكونش يابسة يعني. هذوما أول 2 كعبات حضرتهم، خليت كعبة طيب وجيت نوري فيكم كيفاش. شوف كيفاش مرقة ما شاء الله بنينة، يتاكلوا في لحظة. ديجا كان شتا تلاحظوا بنتي خليت كعبة بالوقت، خلاتني نصور بالسيف، هذيك عطيتها لها خلاتني نكمل نصور بالسيف، وهذيك مديتها لبنتي الأخرى. من بعد هذوما كيكة طيبت هكا كونتيتي، هذه النتيجة. جربوا الخطوات، قدرة ربي تنجح معكم وماكمش باش تندموا بالكل، ويعطيكم الصحة على المشاهدة، وإن شاء الله تجربوا وصفتي وإن شاء الله تعجبكم. نودكم ولا نشهيكم والله، كان عجبتكم وصفتي ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك.